دكتور عيد نعيمي فيصل، بعد اختياره لعضوية الهيئة العليا لحزب النور في الجمعية العمومية للحزب الأخيرة، رؤية حضرتك للمرحلة القادمة والانتخابات البرلمانية، ورسالة حضرتك توجهها لقاعدة الحزب في المرحلة القادمة. بسم الله الرحمن الرحيم. والله هو يعني أول حاجة أنا بس عايز أشيد بالجمعية العمومية الأخيرة لحزب النور، فكانت مثالا يحتذى به من التنظيم والترتيب والتآلف والتآخي والتواد، حتى أثرت في نفوسنا جميعا، حتى أن كثير من الإخوة ظرفت أعينهم يعني لهذه الروح التي كانت تسود في هذا المجال. هذه ما أردت أن أقولها أولا. النقطة الثانية، أما بالنسبة لاختياري فوالله هذا يعني أمر يعني نسأل الله أن يعيننا جميعا، فهذا تكليفا وليس تشريفا. مسألة عصيبة وتحتاج إلى عمل وجهد وعناء، يعني نسأل الله أن يعيننا ويعين إخواننا الذين اختيروا معنا في هذه الهيئة العليا للحزب. وفي هذا الباب والله يعني أنا أذكر، يعني أتكلم عن نقطة أساسية، وهي المسؤولية التي ألقيت على عاتقنا. فبالأمس كنا في هيئة عليا، كنا في اجتماع الهيئة العليا. والله الملفات التي طرحت يعني تدمى لها القلوب، يعني والمسائل والأشياء التي تدرس في الهيئة العليا وفي الحزب يعني مسائل عظيمة وخطيرة وجسيمة، تجعل الإنسان يعتز بهذه الدعوة التي ينتمي إليها، بأنها تفكر بهذا التفكير العظيم بالغ العميق في هموم الأمة المصرية والأمة الإسلامية والعالم الإسلامي بصفة عامة. والله هناك ملفات طرحت يعني لا أتكلم عنها لأنها ما زالت تحت البحث، إلا أنها أمور تجعلك تفتخر بأنك تنتمي لهذا الحزب وهذه الدعوة المباركة التي تسعى لأن تكون الأمة الإسلامية على مصاف أو في الصفوف الأولى للعالم بصفة عامة. أما بالنسبة للأمر الذي أود أن أوجهه للقاعدة العظيمة العميمة من أعضاء الحزب والدعوة السلفية، فأنا أقول لهم تمسكوا بهذه الدعوة المباركة، فوالله يعني لقد وجدنا فيها الخير الكثير. ويعني ثقوا بمشايخكم وعلمائكم، وإياكم والالتفات إلى ما يحاك ويضار بالإعلام، ولا تلتفتوا ولا تنظروا إلى الخلف. يعني هذه هي النقاط التي أود أن أقولها. أما بالنسبة للانتخابات المقبلة، سؤالك كان مركبا أستاذ فرج. الانتخابات المقبلة إن شاء الله سوف تكون، أنا متفائل خيرا إن شاء الله. استفدنا خبرات كثيرة في وضع القوائم، وعملنا مجمعات انتخابية عظيمة، يعني أنا أشهد أنها نظام هيكلي رائع. فإن شاء الله سوف الاختيارات تكون عظيمة وقوية والقوائم رائعة، وبناء على ذلك إن شاء الله أنا يعني أتوقع لحزب النور أن يكون إن شاء الله من 25% إلى 30% في انتخابات البرلمان القادم بإذن الله. شكرا جزيلا دكتور. خيرا.